طبعًا في ناس بتنتقد وتقول لك ليفربول المحظوظ وأرني سلوت المحظوظ، وبُصّوا كل ماتش يتعادل ويرجع في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 88 و89 و90 والجو ده. اقعد أنت وهو عيّط، واقعد ارفع أدوية الضغط عندك، وارفع الضغط عندك، واقعد عيّط بقى على جنب بقى. طبعًا اللي بيعمل الكلام ده مشجعين عارفين نفسهم أوي، عندهم مدرب مقاول أنفار. بتاع مقاول أنفار، بيرُص اللعيبة في نُص الملعب ويرجع بعد كده يعيّط يقول لك أصل إحنا كنا جامدين، أصل إحنا الأحق بالدوري، إحنا أحسن فريق في أوروبا والجو ده. طبعًا إحنا عارفينه كلّنا، اكتبوا لنا في التعليقات الراجل ده مين. وطبعًا أغلب ناس كتير أوي على اليوتيوب بتقعد تتكلم بنفس الكلام وإن هم مشجعين النادي ده، وإن هم يعني ليفربول ده محظوظ يا جماعة، أقسم بالله ما ينفعش، إحنا أحسن فريق، إحنا ممكن نعمل أكتر من كده. طبعًا برضه أنتم عارفين النادي ده مين، اكتبوا لنا في التعليقات النادي ده. السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ معاكم جوجو، وهنتكلم على ماتش ليفربول وساوثهامبتون في كاس الكارلينج كاب أو الكاراباو كاب، سميه زي ما تسميه يعني، هو عمالين يغيّروا اسمه كل شوية. وماتش النهارده اللي بالنسبة لي فيه إيجابيات كبيرة جدًا، 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 وأعتقد إن في لعيبة النهارده على رأسهم فيدريكو كييزا أحرج أرني سلوت إن هو ما بيلعبوش على حساب المُعاق المتخلف كودي غاكبو. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ لايكاتك، شيرك، سبسكرايب، عايزين ندلع الدنيا. أنا كل مرة هاقول الكلام ده يا جماعة، الكلام ده مهم جدًا على فكرة إن إحنا نفضل مكملين وإحنا بنتكلم في الكورة وبنتكلم عن ليفربول ومشجعين ليفربول بالآلافات وبالملايين في الوطن العربي، فادعم أخوك. أخوك جاي يعمل لك فيديو الساعة 00:00 بيعمل لك فيديو والله علشان خاطر نتكلم على حلاوة ليفربول. يلا بينا نخش على الفيديو. بدأ الماتش النهارده بإن هو بيلعب بمامارداشفيلي وبيلعب جوميز وليوني، وناحية الشمال طبعًا بيلعب بروبرتسون، ناحية اليمين بيلعب فريمبونج، 3 في وسط الملعب كيرتيس جونز ووتارو إندو ونيوني، وفي الأمام بيلعب ب إيزاك وبيلعب ب كييزا مع ريو نجوموا. طبعًا طريقة اللعب دايمًا لليفربول 4-3-3 بتتغيّر أحيانًا 4-2-3-1 على حسب، ولكن النهارده الراجل قال لك أنا مش هالعب بأي حد من الأساسيين، أنا هالعب بالفريق الاحتياطي علشان برضه يدخّل اللعيبة اللي ما بتلعبش كتير، وفي نفس الوقت يبقى عنده لو اتزنق في إصابات مثلًا أو لو عنده ضغط ماتشات فيبدأ يعمل الروتيشن والتدوير زي ما هو حابب. التشكيلة بتاعة النهارده أنا شايف إن هي كانت تشكيلة متوازنة جدًا بصراحة، اعتمد فيها على عناصر الخبرة في الدفاع زي جوميز وروبرتسون، رغم إن جوميز النهارده كان ليه كوارث وكان فيه باصات غير طبيعية، وبيدخّل ليوني اللعيب الجديد الإيطالي اللي ليفربول جابه من بارما، على أساس إن هو ياخد الريتم بتاع ليفربول وياخد الريتم بتاع اللعب في الدوري الإنجليزي، بما إن إحنا بنلعب في الكاس مش في الدوري، بس أنا قصدي نفس الطبيعة يعني. وفي نفس الوقت بيدخّل لعيبة صغيّرة في نُص الملعب زي نيوني وريو ناحية الشمال، بحيث إن هو يعمل التوليفة ما بين لعيبة خبرة ولعيبة صغيّرين، وطبعًا أساسًا في نُص الملعب وتارو إندو اللعيب اللي دايمًا رقم 6 الدستروير مع كيرتيس جونز، وفي الأمام كييزا وإيزاك اللي بيحاول يدّي له واحدة، واحدة يعلّي من البدني بتاعه علشان خاطر يقدر يشوفه هيوصل معاه لحد فين عشان يعتمد عليه، غالبًا هو هيبقى الأساسي على حساب إيكيتيكي. بدأ الماتش بأول 10 دقايق تحس إن اللعيبة مش متجانسة مع بعض، مش متولّفين كده مع بعض. طبعًا أنت ما بتلعبش مع بعض طول الماتشات التدريب حاجة، بس الماتشات الأساسية حاجة تانية، ولكن أنت النهارده تحس إن اللعيبة إيه، لأ لسه ما ضبطوش مع بعض، لسه ما ولّفوش على بعض بلغة الكورة. ولكن أول ما عدّى حوالي تِلت ساعة من المباراة بدأت لأ لعيبة ليفربول خلاص بدأوا ينسجموا إلى حدٍ ما، وبدأ ليفربول هو اللي يضغط، وبدأ ليفربول هو اللي يستحوذ، وبدأ ليفربول هو اللي بيحاول إن هو يهاجم. قبل ما ليفربول يجيب الجول كان في كورة لأرمسترونج راح بيها طبعًا ضرب الدفاع اللي كان السبب فيه miss pass من جوميز، وده اللي أنا باتكلم عليه إن جوميز لعيب كويس جدًا ولكن ما عندوش الconsistency، ما عندوش الثبات والاستمرارية طول الوقت. يلعب ماتش كويس وبيبقى بيلعب في وقت حلو، وفجأة يعمل لك miss pass يبوظ لك الدنيا أو يدّي كورة المهاجمين أو الفريق الخصم تترد عليك، وده اللي حصل فعلًا، إن هو لعب miss pass اتردت عليك بكورة راح بيها أرمسترونج لعبها من فوق
مامارداشفيلي جات في العارضة وردِّت، ورجعت بعد كده لعبها لاعب ساوثهامبتون حطّها في الout عشان الكورة دي تترد بعد كده تروح لساوثهامبتون الحارس ماكارثر لأ حارس مرمى ساوثهامبتون يلعب باص، وطبعًا كييزا ضغط ضغطة محترمة جدًا، وده يبين لك إن اللعيب مركّز، قدر يلعبها بالعرض على طول إيزاك، الراجل خلّص الكورة على طول أول ما جات له 1-0 لليفربول، بينتهي الشوط الأولاني ل1-0 لليفربول. تحس إن من نهاية الشوط الأولاني من بعد الدقيقة 20 أو 25 الشوط الأول إن ليفربول بدأ يقف على رجله، بدأ إن هو يتجانسوا مع بعض، وبدأ يبقى في أداء أحسن. دايمًا كنت باخاف إن ليفربول ييجي الشوط التاني كالعادة زي ما بيحصل والريتم بتاعه يُقع، ولكن أعتقد إن النهارده كان الموضوع مختلف شوية، كان في شوية أوقات ليفربول مش حلوة أوي فيها نتيجة إن في miss pass نتيجة إن تحس إن الدنيا هادية شوية، إحنا مريّحين، إحنا كسبانين 1-0 فتمام، أوكي نقدر نجيب التاني في أي لحظة، ولكن برضه من كورة خطأ من جوميز في الmiss pass اتردت عليك بcorner واتلعبت بعد كده الcorner ده خبط في وتارو إندو اللي طلّعها بطريقة سيئة جدًا، وراحت لArcher مهاجم ساوثهامبتون اللي قدر يحطها جول. طبعًا في بداية الشوط التاني كان إيزاك اتغيّر بإيكيتيكي، أعتقد زي ما أنا قُلت إن أرن سلوت بيتعامل مع إيزاك يعني أحس إن هو كده بحساسية شوية أو بحذر شوية، خايف عليه جدًا لإن هو عارف إن هو المهاجم الأساسي بتاعه، فمش عايز يدّي له مرّة واحدة على الحمل البدني يتصاب لا قدّر الله أو يحصل له حاجة ويبقى فقد إيذاك، فبيحاول إن هو يمشي معاه step by step أو خطوة بخطوة بحيث إن هو يقدر إن هو يدخّله في الريتم بتاع الدوري الإنجليزي، قصدي يعني الريتم بتاع ليفربول، هو طبعًا عارف الدوري الإنجليزي ولعب فيه ولكن علشان بقى له فترة ما بيلعبش فيدخّله في الريتم ده، ويقدر من خلاله إن هو يستفيد بيه أكتر، وعشان كده نزّل إيكيتيكي في الشوط التاني. بعد الهدف اللي أنا باتكلّم عليه بتاع Archer بتاع Southampton تحس إن ليفربول بدأ ييجي له الصدمة، إيه ده إحنا هنعدّي بنفس الموقف بتاع كل مرّة، رغم إن إحنا كنا كويسين المرّة دي وضيّعنا أجوال كتير وكِوَر بتيجي في العارضة وكِوَر بتيجي في المدافعين وإحنا اللي ماسكين كورة وإحنا اللي مستحوذين وفُرصنا أخطر، لأ ده في كده حاجة غلط، علشان خاطر لحظة إبداعية من روبرتسون اللي بيلعب كورة في ضهر المدافعين بيستلمها ولا أروع كييزا اللي بالنسبة لي هو راجل المباراة وبيلعبها بالعرض لهوجو إكيتيكي اللي كان عنده إنذار، ودي أعتقد حاجة غريبة للاعب، المهم إن هو اللاعب ده سجّل الكورة ولكن بعد كده قلع التيشيرت وخد إنذار تاني، حتى فريمبونج راح بيقول له: "أنت بتعمل إيه يا معلم أنت عندك إنذار، أنت عبيط والّا إيه؟ أنت نسيت إن أنت عندك إنذار؟" طبعًا خد إنذار واتطرد، كانت في الدقيقة 82. الأمثلة من النوعية العقلية دي عقلية لاعب هو طبعًا لسه صغير، عنده 21 سنة، محتاج إن هو ينضج أكتر من كده، حاجة ممكن تعلّمه إن بعد كده أنت يا حبيبي أنت مش بتلعب في دوري مدارس، أنت مش بتلعب في الحارة تحت بيتكم، أنت بتلعب مع فريق مسؤول عنك، واختيارات المدرب سواء أنت مثلًا عايز تقول للمدرب إن أنا على فكرة أنا جامد ما ينفعش إن أنا أبقى رقم 2 لأ، أنا المفروض إن أنا أبقى رقم 1 وأنا جاي عشان أبقى رقم 1 وصارع على مكاني، تصارع على مكانك بإن أنت تلعب أحسن بالأداء بتاعك في الملعب، إنك تلتزم وإنك تلتزم بالطرق الخططية اللي بيقول عليها مدرب، وتسيب القرار للمدرب في النهاية، أنت مش مدرب علشان تقول له ألعب والّا ما ألعبش. أعتقد أرني سلوت هيبقى ليه عقاب شديد جدًا، جدًا مع هوجو إكيتيكي بعد الماتش ده، كمان إن هو هيفقد إن هو يلعب الماتش الجاي مع كريستال بالاس، يعني أنت كمان عملت مشكلة إنّك أنت هتفقد إنّك تلعب كريستال بالاس في الدوري، فأنت يعني سوري غبي، أنت لعيب غبي. عايز أتكلّم على فينريكو كييزا. كييزا اللي كانت دايمًا الناس بتتكلّم عليه وإن هو لعيب زجاجي، لعيب ما عندوش الاستمرارية في اللعب. لعيب ما بين ماتش وماتش بيتصاب، النهارده هو نجم الفريق، النهارده هو قادر يلعب على الجهتين اليمين والشمال، هو اللي بيحرّك الكورة في الملعب نتيجة إن ما كانش في وسط ليفربول المعتاد عليه الهجومي اللي بينقل الكورة، كيرتيس جونز بيقعد يلف ويحنكش بالكورة طبعًا كويس إن هو خرّجه، وتارو إندو اللي هو دايمًا destroyer ونيوني اللعيب الصغير برضه اللي ما عندوش الخبرة الكافية، فكان فيدريكو كييزا بينزل يسقط يستلم الكورة ويوزّع ناحية اليمين والشمال، وهو اللي صنع الهدفين، جاب جول واتلغى اتحسب offside يعني لأ، كان النهارده لاعب رائع بالنسبة لي، هو رجل المباراة، وهنا بيقول لأرن سلوت يا نجم النجومية يا عم البرنس،
فكك بقى من محمود خاجبو اللاعب اللي كل شوية يعمل كده ويقطم، لأ أنا أستحق مكان، وأعتقد إن كييزا حاليًا يستحق مكان على كودي خاجبو، إن هو يلعب ناحية مكان كودي خاجبو. هو بيعرف يلعب من ناحية المكان ده، ومش بس بيعرف يلعب ناحية صلاح، لأ بيعرف يلعب ناحية اليمين ويلعب ناحية الشمال، وهو أحق إن هو يلعب على حساب كودي خاكبو. بدأ يستعيد لياقته البدنية، لعب ماتش 90 دقيقة، قادر إن هو يشوط ما شاء الله، الشوط بتاعه كويس، بيلعب لعب جماعي، شايف الملعب، قاري الملعب. فأعتقد إن هو حط أرني سلوت في ورطة، إن هو لأ يا معلم أنا برضه لاعب كويس، مش معنى إن أنا ما باتكلمش إن أنت تفضل مقعدني وحاططني في التلاجة علشان خاطر واحد لا مؤاخذة، مش عايز أقول لفظ عليه، كودي خاكبو. لأ أنت محتاج إن أنت تدوّر لعيبة، وأنا ليّا الحق إن أنا ألعب. أنت طلّعتني من مسابقة دوري الأبطال وأنا ما اتكلمتش، بس أنا من حقي إن أنا ألعب. وأعتقد إن كل الناس وكل جماهير ليفربول تتّفق على إن كيازا النهارده هو راجل مباراة، وإن هو ليه الحق إن هو يلعب. خلال الفترة اللي فاتت كان كل مرّة بينزل بيثبت لأرني سلوت إن أنا ما ينفعش أقعد دكة، إن أنا لاعب على فكرة جامد، إن أنا بدأت آخد الريتم، إن أنا ادّيني فرصتي الكاملة وأنا هاوريك. والنهارده أول مرّة كييزا بياخد فرصة كاملة 90 دقيقة، وبيثبت لأرني سلوت إن هو فعلًا لعيب يُعتمد عليه. كمان عجبني جدًا ليوني المدافع اللي جابه ليفربول، وأنا مش عارف مدى إصابته إيه. هو اتصاب طبعًا وخرج في الدقيقة 78، ومش عارف مدى إصابته إيه. أتمنى إن ما يكونش اللي في بالي إصابة في الركبة، لإن هي كانت حاجة في الركبة. أتمنى إن ما يكونش حاجة رباط صليبي أو حاجة يعني، لإن هو فعلًا مدافع حلو جدًا، عنده الكورة، قاري الملعب، تدخلاته سليمة، ما بيعملش فاولات. لأ يعني لاعب عنده 18 سنة يبقى بالقوة دي والأداء ده، أعتقد إن هي ميزة مهمة جدًا. فأتمنى إن شاء الله ما تكونش إصابة خطر أو إصابة رباط صليبي أو حاجة. مبروك لكل جماهير ليفربول، مبسوط، أداء محترم جدًا، ماتش محترم على فكرة. أنا شايف إن ليفربول النهارده لعب ماتش كويس جدًا، نتيجة التوليفة وإن هو بيلعب قدام فريق زي ساوثهامبتون. هتقول لي ده في الchampionship، بس على فكرة فريق محترم برضه ساوثهامبتون، ومن السنة اللي فاتت كان بيلعب كورة حلوة، والسنة دي برضه بيلعب كورة حلوة. ففوز مهم، فوز يدّيك دفعة معنوية، وكمان في نفس الوقت أنت بتريّح اللعيبة الأساسيين، وبتطمن على اللعيبة اللي أنت بتلاعبهم احتياطي. فمن كل الجوانب حاجة ممتازة، اتطمنت على لعيبة كتير، شُفت أداء رائع من كيزا. إيزاك بيسجّل أول هدف مع ليفربول، وبتدّي له دفعة إن هو يقدر يكمّل. فأعتقد إن في مميزات كتير أوي، أوي، أوي النهارده. وبما إن إحنا وصلنا النهاية، فما تنسانيش بقى اللايك المتين والshare والsubscribe، وتقول لنا رأيكم في الماتش النهارده، تتفرّج علينا منين، وقولوا لنا طبعًا على السؤال اللي أنا قُلته في الأول، أنتم عارفين أنا كنت باتكلّم على مين، ويعني أتمنى إن الناس تقول لنا. يالّا أشوفكم في الفيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.